المهم يا ولية خلينا نخلص الجارية دي بقى، انا تعبت. يا ابو مكرم استنى شويه، انا نفسي اتقطع من التمشيه، وكمان الموبايل ما فيهوش شبكه. استنى نروح حته فيها شبكه كده. 2 hours later. اصبر كده اما اشوف في ايه في الموبايل ده. ايه ده؟ ايه يا ولية في ايه ده؟ ايه؟ انت كسبت جايزه نوبل؟ ايه يا ولية الكلام ده؟ انت كسبت جايزه نوبل وهتاخد 11 مليون كورونا سويدي. كسبت ايه يا حاجة؟ ما انا جنب. يا ولية يا الولية دي خرفت على الاخر. كتاكيت المستمعين، السكتش بتاع الانترو ده مستوحى من قصة حقيقية جدا جدا، هنحكيها كمان شوية، بس خلينا نحكي شوية الأول عن نوبل في الطب، يعني لو لا قدر الله حابب نحاول تكسبها. يعني الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن نوبل للسلام، الجائزة الأسهل وعديمة القيمة في حالات كتيرة زي اللي حصل السنة دي، روح شوفها من البوكس اللي هيطلع فوق ده. النهاردة خلينا نتجه للطريقة الصعبة اللي حصلت السنة دي، وهي نوبل في الطب. مبدئيا كده انت محتاج تكون خريج علوم عشان تاخد نوبل في الطب زي كل اللي بيكسبوها كل سنة يعني. فبحسب مقالة اتنشرت في جورنال اوف رويال سوسايتي اوف ميديسن، كانت بتقول في 2011 ان نسبة الاطباء اللي بيكسبوا نوبل قلت من 79% ل 26% بس في الفترة اللي هي ما بين 1980 و 2011. والمقالة دي مليانة صياح رائع الصراحة، هتلاقوها تحت في المصادر، ارشحها بشدة لو انت علومان جدا واخدة منك كل حاجة وعايز تحس شوية بشوية ايجو جواك. غالبا في الجانرا دي من جائزة نوبل هتشير الجائزة مع 2 كمان بالظبط زي ما حصل السنة دي، وهتبقى نتاج لشغل بدأ من سنة 95. انا حاسك عايز تسمع القصة، فخلينا نبدأ على طول. اسمع يا سيدي. من اسبوعين كده كان في راجل بيتمشى مع مراته في غابة مقطوع عنها الشبكة، قضوا هناك فترة، ولما خرجوا بدأ الإرسال يرجع واحدة واحدة. لقى الراجل مراته عمالة تقلب بهستيريا في الموبايل وتصوت وتقول له استنى انت كسبت الجايزة، انت كسبت نوبل. والراجل يقول لها انت خرفتي ولا ايه يا ولية؟ انا ما كسبتهاش ولا حاجة، انا لسه جوزك العادي جدا. قالت له انا جاي لي فوق ال 200 رسالة دلوقتي بيباركوا لي ان انت كسبت دلوقتي واحنا مش واخدين بالنا واحنا بنتمشى في الغابة. بص حتى كده. هنا كان دكتور فريدريك رامسديل بيكتشف لأول مرة انه كسب جائزة نوبل في الطب لسنة 2025، متقسمة مع دكتور ساكاجوتشي من اليابان ودكتورة ماري برونكو. لكن ازاي بدأ كل اللي وصلنا للنقطة دي؟ خلينا نبدأ من بدري شوية. سنة 1995 كان المجتمع الطبي مقتنع تماما ان المناعة بتشتغل بنظام بسيط، جسمك بيتعلم يفرق بين نفسك والعدو، ولو خلية غلطت الجهاز المناعي بيشطبها في غدة الثايمس. بس ساكاجوتشي كان حاسس ان في حاجة ناقصة في القصة، في حاجة مش مظبوط. ليه في بعض الامراض المناعية الجهاز المناعي هو اللي بيهاجم الجسم نفسه، رغم ان المدرسه ضربته كويس واللي ما اتدربش مات في التايمس؟ فقرر يعمل تجربه، جاب مجموعه من الفئران وشال منهم نوع معين من نوع خلايا المناعه الدائيه او خلايا التي سيلز اللي كانت شايله بروتين اسمه سي دي 25. النتيجه كانت ان الفئران دي بدا جسمها يهاجم نفسه، الكبد والجلد والبنكرياس كل الاعضاء بتنهار. ساكاجوتشي فهم وقتها انه اكتشف فرمله المناعه، الخلايا اللي بتمنع الجهاز المناعي من انه يتجنن ويهاجم نفسه، وسماها ريجولاتوري تي سيلز او التي ريجز. ساكاجوتشي باستنتاجه ده كان بيكسر واحده من اكبر المسلمات في علم المناعه، كأن واحد بيقول ان الحكومه محتاجه حكومه تراقبها. المهم انه في جهه تانية من العالم في امريكا كان في فئران اسمها سكيرفيمايز، كانت بتموت بعد اسبوعين من الولاده. جسمها كان بيهاجم نفسه بعنف غريب، الجلد متآكل والاعضاء ملتهبه والمناعه خارجه عن السيطره. 2 علماء فريدريك رامسديل وماري برانكو قرروا يفهموا ليه. جابوا الفئران دي وبداوا رحله من الجينومكس طويله جدا، اكتشفوا فيها في الاخر ان كل الكارثه دي كانت بسبب جين صغير جدا جدا على الكروموزوم اكس اسمه فوكس بي 3. الجين ده كان كود لشيء عجيب ما كناش فاهمينه لسه، بدونه الجهاز المناعي ما كانش في حد بيهديه. في نفس الوقت ده لقوا ان الاطفال اللي عندهم مرض نادر وقاتل اسمه ايبكس سيندروم، واللي بيخلي المناعه تهاجم الجسم كله، عندها نفس المشكله، طفره في الفوكس بي 3 اللي على نفس الكروموزوم اكس. ساكاجوتشي لما سمع عن اكتشاف الفئران الغريبه دي بدا يربط الخيوط كده في دماغه، ووصل لاستنتاج كبير جدا. الخلايا اللي هو اكتشفها سنه 95 كانت بتحتاج الفوكس بي 3 ده عشان تتكون اساسا. الجين ده كانه الليدر بتاع الاوركسترا اللي بيخلي خلايا التي ريجز تشتغل. ومن هنا بقى في صوره شبه كامله بتتكلم عن فرمله المناعه المجنونه، لان انت لو عندك الفوكس بي 3 ده مش موجود، الجين ده لاي سبب مش هيبقى فيه تكوين للتي ريجز دول، فالمناعه بتتحول لشيء غريب جدا بيهاجم صاحبه نفسه. اللي عملوه ساكاجوتشي وبرانكو ورامسديل ما كانش مجرد اكتشاف لخلايا جديده، ده كان اكتشاف لنظام امان كامل جوه الجسم نفسه. قبلهم العلماء كانوا فاكرين ان المناعه بس بتهاجم
العدو وبتسيب الجسم في سلام، وان لو في خلايا مناعيه هجمتك تبقى مجرد خلايا بايظه. لكن الحقيقه ان في خلايا مخصوصه اسمها ريجولاتوري تي سيلز شغلتها انها تمنع المناعه من انها تهاجمك انت، والمناعه نفسها هي عنيفه مع الكل. النهارده العلماء بيحاولوا يستخدموا الريجولاتوري تي سيلز دي لعلاج امراض مناعيه المناعه فيها بتهاجم الجسم نفسه، زي مرض السكر والتصلب المتعدد والذئبه. وواحده من المشاكل المؤرقه للطب هو هجوم مناعه الجسم على الاعضاء المزروعه. فاحنا ليه ما نستخدمش التيركس دول في اننا نفرمل المناعه شويه على ما الجسم يتعود على العضو الجديد المزروع مثلا؟ وما زالت الابحاث مستمره من سنه 95، وما زالت جائزه نوبل تعطى لمن لا يستحق طالما لسه لم احصل عليها، ولا ابو حنان ولا اسلام مهدي. المهم ما تنساش تحاول تاخد جائزه نوبل بطريقه مشرفه، او تفكك من عقده الخواجه وتتجه لجائزه الدوله التقديريه العظيمه. كده كده نوبل دي بتاعت اجندات وعليها لغط كتير ففكك منها. واول خطوه في الاتجاه الصحيح للموضوع ده انك تنزل تعمل لايك، اكيد كملت الفيديو اللي هنا عشان عاجبك يعني لغايه دلوقتي، وتعمل سبسكرايب عشان تلاقيني نطيت لك بنفسي على موبايلك الفيديو الجاي. والمصادر تحت انزل بص عليها ومتع نظرك يا عزيزي بيهم مصدر. وبس كده، شكرا انك كملت الحلقه لحد دلوقتي، وسلام.